بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. النهاردة فكرة جديدة من مشروع الخمسين فكرة، 3 أفكار هنقدمهم النهاردة بالنسبة للناس المعترضة على شغل الجرايد. إن شاء الله بعد كده هنشتغل بالجرايد اللي هي الأجنبي. طيب نرجع للفكرة. تجيب ربع ورقة جرايد، هتبدأ تلفها بنفس الطريقة ديت. وبعد كده هتكون معاك أنبوبة الغيرة، طبعا معانا على طول. ده شغلنا بالنسبة لشغل الورقيات وشغل البلاستيك بنشتغل بيها. هتقطع هنا كده عاملينها 20 سنتي، انت ممكن تزود او تقلل براحتك على حسب الحجم اللي انت محتاجه او بتفضله. هترصهم كلك مع بعض. هتبدأ تلزق الجزء اللي في الأول أو نص سنتي. بعد كده هتبدأ تحط عليه اللي هي واحدة منهم، وبعد كده هتقصها. هتعمل 2 بنفس الطريقة كده. سهلة سهلة جدا، مش محتاجة يعني. ممكن تستعمل ورق تاني، مش لازم ورق جرايد، ممكن ورق أبيض أو ورق كتب قديمة، ما فيهاش أي مشكلة إن شاء الله. تبدأ تحط الأسطوانة عشان تظبط فتحة الفانوس دي زي دي. بعد كده بتعمل الجزء اللي هو الجزء الأعلى للفانوس. بتلف 2 اللي معانا، بتلفهم على بعض. بتفضل تلف بحيث ان انت تعمل الايه الفتحة ديت. بتظبطها بحيث ان هي تكون ايه شكلها كويس، وتكون متناسقة مع شكل الفانوس. بتبدأ تعمل الجزء اللي هو الأسفل أو قاعدة الفانوس. الفيديو ده فيه 3 أفكار، ممكن تلاقي فيهم فكرة و2 على النت، ولكن احنا حابين دايما ان احنا نديكم حافز ان انتوا تشتغلوا. مش لازم الفيديوهات اللي عندي على القناة بس، ممكن تتفرج على فيديوهات تانية. المهم ابدأ واشتغل، يعني ابدأ جمع افكار وحولها لمنتجات، وابدأ اعرض واشتغل وسوق، وكل الحاجات دي هتلاقيها في صندوق الوصف بإذن الله. تبدأ تحط الغيرة، والغيرة ده مهم جدا، بيعمل تماسك للقاعدة أو للجزء الأعلى. بتملاها غيرة. طبعا الأفكار ديت السيدات طلبتها كتير، يعني طلبت الحاجات دي كتير، فقدمنا الكام فكرة دولت. وإن شاء الله في برضه فيديو تاني. هما طالبين دايما حاجات خفيفة، يعني مش أسمنت والشغل التاني ده. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلبي كل الطلبات اللي انتوا بتطلبوها. وبإذن الله في أفكار جديدة. ويا ريت لو انت أول مرة تدخل القناة تشوف الأفكار اللي قبل كده وتشوف الفيديوهات اللي قبل كده، ودعمنا بلايك وشير. ولكم جزيل الشكر إن شاء الله. ولو ليك أي سؤال أو حاجة في التعليقات سيبهولنا وهنرد عليك إن شاء الله. ده زيت، دي بوهية زيت، تمام، مش بلاستيك، بوهية زيت موجودة في محلات الدهانات. بتخلصوا بعد كده بتدهن الذهبي. طبعا زي ما احنا بنقول دايما الالوان دي براحتك، يعني تظبطها براحتك. في ناس ممكن ما تحطش ده، بتحط فضي، تحط لون تاني، اي لون مفيش مشكلة. بعد كده ده غيرة، برضو غيرة معانا. بتبدأ تحط الاكسسوارات او التزيين ده بالطريقة اللي انت محتاجها. الاكسسوارات دي يا جماعة هسيب لكم العنوان بتاعها، الجملة بتاعتها وكله في صندوق الوصف. مهم جدا تدخل صندوق الوصف عشان تلاقي كل التفاصيل ان شاء الله. تمام. طيب بعد كده بإذن الله يعني بتبدأ تظبط الاكسسوارات بالشكل اللي انت حابه وبالشكل اللي انت تفضله. الاكسسوارات دي بإذن الله لو جبتها جملة هتجيبها رخيصة من المكان اللي هقولك عليه. هو موجود في حارة اليهود، او لو انت من اسكندرية او قريب من اسكندرية موجود في المنشية، هتلاقيها ارخص من القطاعي بكتير. تمام. هتبدأ كده تركبها بنفس الشكل. تمام. وده الشكل معانا. ممكن انت طبعا ممكن تركب لها فرع نور، ممكن تركب لها دايرة صوت وضوء بتاعت فانوس، والحاجات دي برضو موجودة في نفس العنوان اللي قلت لك عليه. تمام. وممكن تستعملها برضو شكل تاني هوريهولكم دلوقتي. مش هتبقى فانوس، ممكن تستعملها فازة بنفس الطريقة دي، بيكون شكلها جميل برضو. طبعا دي سعرها بتمنه بدون الورد او بدون الفرع النور او دايرة الكهرباء، يعني ده بيبقى لوحده. الاسعار هسيبها لكم برضو في الاخر.
ودي فكرة تانية، بتجيب مثلث 15 في 10 ونص في 10 ونص، تبدأ تركبه تلزقه بغيرة. دي ورقة لوحة، ورقة لوحة ديت فرخ اللوحة أو اللوحة الكاملة بتعمل حوالي 5 جنيه. بتبقى الألوان اللي انت محتاجها كلها. ده الرول اللي هو الدايرة ده اللي هو بتاع ورق الفويل أو المناديل. ارتفاع طوله 30 سنتي، بتقسمه سنتي في سنتي في سنتي، وبعد كده بتركبهم كلك بحيث ان هو يبقى شكلها كله زي بعضه، شكلها كله متناسق يعني. بتبدأ بعد كده تركب الاكسسوار بتاعك. الاكسسوار ده رخيص مش غالي، ده المتر في عرض 40 تقريبا بيعمل حوالي 15 جنيه. طبعا ده بيكفي كتير جدا. بتبدأ تركب الاكسسوار بتاعك بنفس الشكل. لو عندك حاجات تانية موجودة في البيت ممكن تعملها، ممكن تستفاد بيها يعني، ممكن تركبها. كل الحاجات دي طبعا بترجع لكل واحد وذوقه. بتكون معنا في الآخر بنفس الطريقة. الفكرة التالتة معانا النهاردة، بتجيب 3 دواير بأقطار مختلفة، أصغر في أكبر في أكبر خالص. الحجم اللي انت عايزه برضو ديت ما هياش قاعدة يعني، ده على حسب ما انت عايز الشكل في الآخر. طبعا هتشوفه معانا. ده كبريت، عدين كبريت بتبدأ ترصها بنفس الطريقة، واحدة قصاد واحدة الأول، وبعد كده واحدة قصاد واحدة، وبتبدأ بعد كده تقفل ايه، عود جنب عود عود جنب عود، بحيث انها تقفل معاك الدايرة، وتعمل معاك دايرة صغيرة في نص الدايرة الكبيرة. بيبقى معاك بتعمل 5 بنفس الشكل ده. دي الصغيرة خالص، دي الدايرة الصغيرة. بتعمل 5 أشكال. وده الجليتر أو كسر الألماس، موجود برضو في نفس المكان اللي قلتلكم عليه، موجود ولكن أنا مش عارف موجود. في ناس سألتني بكميات بتقولي بالكيلو، بس أنا معرفش الكيلو، بس هو موجود العبوات. تمام. ده شكل تاني بتعمله بنفس الطريقة. ده هناك موجود كله بالجملة. ان شاء الله تلاقي اسعار كويسة جدا عن الشغل القطاعي وتبدأوا. دي ورقة لوحة، وممكن ورق فوم اللي هو الورق المعروف ده. بتبدأ، ده حجم الكرتون الكبير، ده الحجم التالت معانا. وتبدأ تركبها بنفس الشكل، بتقصها بحيث ان هي تكون مظبوطة في الوسط. بتهيألي كلها حاجات بسيطة جدا، مش محتاجة يعني مصاريف ولا محتاجة أي حاجة خالص. وتبدأ تركب أول واحدة الكبيرة، وبعد كده الصغيرة، أو الوسط، وبعدين الصغيرة، وبعد كده ايه، بتجمعهم كلك، بيبقى معاك هما كلك 5. تمام. كده جمعنا ال5، عملنا بعد كده ال5 الكبار. لو عجبتكم ال3 أفكار دولت سيبولنا في التعليقات، ونبدأ نركزوا عليهم على حاجات زي كده. لو انتوا فعلا حسيتوا ان انتوا استفدتوا بيهم، بتبدأ بعد كده تجمعهم كلك مع بعض، كل واحدة مع كل 3 مع بعض، 3 حجام. طبعا دي الاكسسوارات اللي قلنا عليها. انت طبعا بتروح المكان ده بتسأل في محل واتنين وتلاتة، بحيث ان انت تجيب بسعر كويس، وممكن تجيب حاجتك كلها، ممكن تكفيك كتير يعني، ممكن تكفيك 5 6 شهور تشتغل بيها، ده لو معاك فلوس يعني، فلوس كويسة. ممكن تجيب حاجتك كلها مرة واحدة لو انت مش عايز تروح وتيجي على طول المكان ده، او المكان ده بعيد عنك. تمام. بتبدأ بعد كده الستيك اللي هو بتاع الايس كريم، او اللي هو بتاع اللي بيستعملوه الدكاترة. ممكن تجيب منه، ده موجود في الصيدليات او موجود في نفس المكان برضو، لو حابب تجيب منه جملة.
تمام. بتجمعه بمثلث. طبعا الشغل كله التجميع دي بتكون وهي مقلوبة. بتجمع الجزء الخامس اللي هو في النص او في الوسط. طبعا برضو بتقفلها بالاكسسوار اللي يريحك. ما عندكش الاكسسوار ده ممكن تعملها. لو عندك خيط كروشيه ممكن تعمله خيط كروشيه، تعمل منه اشكال وتدخل فيه مثلا ورق فوم زي ورد او كده، وبعد كده بتعمل الايه اللي بتتعلق عليها، بتكون معاك بنفس الشكل ده. هسيب لكم الاسعار، وما تنسوناش في اللايك والشير، وما تنسوش تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وكل حاجة موجودة في صندوق الوصف. ولو ليك اي تعليق او اضافة او نقد، يا ريت تسيبولنا في التعليقات وهرد عليك بإذن الله على طول. والأسعار كلها بإذن الله تناسب الجميع، والأفكار تكون سهلة وبسيطة بإذن الله. ده سعر التكلفة 15 جنيه بدون ورد ولا فروع نور أو دايرة صوت وضوء، البيع من 40 ل60. ده سعر التكلفة 15 بدون ورد، تباع من 40 إلى 50. ده سعر التكلفة 20 جنيه، تباع ب45، وممكن تباع أزيد من كده. تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش اللايك والشير، وهسيب لكم رابط قناة في أول تعليق. يا ريت تدخلوا لو عجبتكم اشتركوا فيها. قناة جميلة جدا وقناة مميزة، كل وصفاتها مضمونة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.